قبل ما نبتدي الحلقة أحب أشارككم خبرين جمال قوي. أول خبر إن إحنا بفضل ربنا وفضلكم عرفنا نعدي 100 سبسكرايبر، ودي طبعا حاجة أنا ممنون جدا وشاكر لكل شخص تابعنا في رحلتنا الجميلة دي من Help Yourself. وعشان نقدر نوصل لناس أكتر وأكتر أنا عايز أطلب منكم طلب. لو أنتوا اتفرجتوا على الحلقات وعجبكم المحتوى اللي إحنا بنقدمه يا ريت تعملوا لنا سبسكرايب علشان نقدر نكبر البرنامج ونقدر نقدم لكم حلقات أكبر ومواضيع أكتر للصحة النفسية. وتاني خبر أحب أشارككم فيه هو إن إحنا هنسجل الموسم تاني من Help Yourself، ولو حابين تشاركونا يا ريت تشوفوا اللينك اللي في الديسكريبشن عشان تبقوا ضيف أو ضيفة معنا في الموسم التاني. وبكده أسيبكم على حلقة جديدة من Help Yourself ويا رب تستمتعوا بيها. ايه القصة اللي خلتك الشخص اللي انت عليه النهاردة؟ هو بس يوم كل حاجة اتغيرت. وانت عايزة تشيلي الستوري دي؟ مش عارفة، بفضل ماشية وبالأخير بجت ستك، وبرضو أجل ما بقاش عارفة أرجع ورا. especially when you don't trust your own voice. بس yes, it's just hard. yes. المفروض أسمع لمين؟ ايه تاني حاسه ان انت بتعمليه كتير في حياتك برضو with this kind of motion او بالحركه الكتير؟ أنا بس شايفة نفسي بجري، فاهم؟ قلتي قصتك هتنتهي مع بدايتها. ما هي ده ايه قصتك؟ من فين بالظبط؟ من لما جيت براحتك خالص. هقولك حاجة خليها حاجة كده على قد دقيقة، يعني في دقيقة كده اتعرف عليكي. طيب، ميادة قاسم، عندي 28 سنة، soon to be 29 للأسف. خريجة شؤون دولية أمن دبلوماسية، مواليد قطر. جيت مصر جولاي 2021، وبس قررت إني أستقر هنا بعد فترة، واستقريت بشتغل بكوفي شوب أو ريستورانت، ودلوقتي بشتغل برضو حاجة تانية part time مهندسة زي ما قلت لك. فيعني which is I'm not بس تمام. بس حلو. لا قصة جميلة جدا وحلوة ان انت في حوالي 40 ثانية مثلا قلتي لي القصة بتاعتك وابتدت منين وكنت في قطر وجيتي مصر. وطبعا دي يعني انت ما قلتليش الحاجات اللي هنقولها لك، بس انا اكيد عارف ان انت شخص بيعرف يتأقلم مع الصعوبات، بيندمج مش بيتأقلم، او بيندمج مع الانفايرمنت المختلف، مع البيئة المختلفة. من لهجتك كده انا حاسس ان انت بتقدري تتكلمي كذا لهجة عربي، من مصري لممكن خليجي مثلا، لا شامي شوية أكتر. يس شامي اكتر. فالحاجات دي اوريدي مبينه لي جزء جميل قوي منك، وهو انت ما قلتيش عليه بس انا اوريدي ابتديت احس بيه في خلال 40 ثانيه بس. فحابب اتعرف عليكي اكتر كمان واسالك سؤال ممكن هيبقى اعمق شويه، وهو ايه القصه اللي خلتك الشخص اللي انت عليه النهارده؟ وطبعا هو في قصص كتيره قوي واحنا ممكن نقعد بقى بالساعات نحكي وكده. هسهل عليكي شويه، خلينا نقول مثلا لو في دقيقه ونص تقولي لي ايه، او تشاركي معايا انهي قصه من القصص اللي اثرت فيكي وخلتك الشخص الجميل اللي انت عليه النهارده. ايوه، كل قصة بتبدأ بيوم يعني، فهو يوم، بس هو كان يوم واحد بس كان فارق إن كل حاجة في حياتي تتغير وأبقى أنا ده دلوقتي. أوكي ثانية براحتك خالص. ثانية أسوأ. لا كان مكتئب أكيد صح يعني، مش أوكي تمام. أنا بس متوترة، فاهم؟ مش أنا عايزة بس تمام. I'm fine. انت بتقولي كان في يوم معين وتمام، إحنا هنبدأ من هنا. أوكي تمام. انا بس interested اعرف هو كان بتقولي يوم معين. يس يعني كنت مثلا مسافره خارجه حاسه ان انت شايفه اليوم يس صح؟ انت شايفاه بجد؟ لك هو الكاميرا اشتغلت. اوكي انا اسفه. براحتك خالص. اوكي ده بلان وزنت ان انا اعيط دلوقتي خالص. كنا حاسبينها يا جماعه بعد نص. تمام. take your time, it's okay. اوكي روان رول وانا بعيط، مش عارفه ليه بعيط بس تمام. اوكي انا اسفه. ممكن نبدا من الاول شويه. طيب فانا دلوقتي حابب اعرف القصه
اللي خلتك الشخص اللي انت عليه النهارده، او واحده من القصص الكتير اللي انت مريتي بيها وتعلمتي منها حاجه او غيرتك خلتك تبقي مياده الشخص الجميل اللي قاعد قدامي النهارده؟ هو بس يوم، أوكي. فاهم؟ يوم حلو. يوم 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 تصحى وبتلاقي كل حاجة شبه بعض بس ما بقتش زي ما هي. مم. ف يعني اتكلمي وانت بتعيطي مش مشكله، يعني for sure. هو لو اليوم ده صعب ممكن نتكلم عن حاجه تانية. yeah, somehow it's the beginning of the story itself. يعني بس بحاول ادور في راسي على حاجة تانية، بس يعني عارف انه I was seen it. يو سي صح؟ yes. وانت عايزه تشيلي الستوري دي؟ مش عارفة عامل ايه طارق؟ الحمد لله كويس. طارق صح؟ مرة حسيت انه مش طارق، مش فاهمة. مش عارف تمام. صح؟ لا تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. الأخبار تمام. I was a superficial person. Never had a story. أو سوري حدا سطحي أو عادي، حياتي كانت عادية ما فيهاش أي تفاصيل لفترة طويلة جدا. لحد ما جه يوم وبلشت الستوري. يوم عادي جدا، تصحى عادي جدا، بتشك على الموبايل، بتشوف المسجز بتاعتك، تلاقي مسج طويلة عريضة، بتقرأ بس بعد كده كل حاجة اتغيرت. بس اوكي. يس من وقتها كل حاجة اتغيرت. وقتها كل حاجه اتغيرت. يس. اوكي. بقالك فتره طويله في الموضوع ده؟ هو أكيد يعني من 6 سنين. يس. من 6 سنين. يس. So I was 22. اوكي. Now I'm 28. يس 6 سنين. يس. اوكي. يس 6 سنين. 2017. يس. 2017 يعني. وشكل القصه دي يعني برضو اثرت فيكي جامد وهقول لك انا من اللي انا عارفه عنك هي بطريقه ايجابيه. جدا. سبحان الله. جدا. حاسه كده برضو؟ جدا. يس. بشكل او باخر اكيد طبعا اي حاجه بيبقى ليها سلبياتها وايجابياتها. سلبياتها بان هي بتبقى انه heart break وبين ومش عارف ايه اللي بيحصل. عارف مش فاهم انت. يس مش فاهم ايه اللي بيحصل. مش فاهم انت المفروض تعمل ايه. no one ever taught you ان انت تعيش الحياه بشكل اخر غير اللي انت متعود عليها. بس انه يعني فكرة انه هتبقى خلاص لوحدك هي دي برضو مخيفة. فاهم شوية. حتى لو كان في اوقات كان ينفع ترجع فيها، بس يعني انه هرجع لايه؟ فاهم. فانت لما تيجي ترجع لورا هترجع لايه؟ وانت ماشي قدام هو انا بمشي رايح لفين. فهي عامة يعني الموضوع بيتوه لو تفكري فيها. جدا. يس. انت بتعلق بالنص دايما بتبقى علقان بالنص. يس. مش عارف ترجع او مش عارف يعني خايف تمشي. او اكيد الخوف دايما اللي بيسيطر على كل الحكايات يعني. فبتبقى خايف تمشي لانك مش عارف ايه المجهول اللي مستنيك. وخايف او مش خايف ترجع ورا، بس انه يعني ورا اوريدي خراب بشكل او باخر يعني. يعني هو خراب. هرجع ورا ايه اللي هيحصل برضه. فاجان هو مجهول، بس مجهول انت عارف شويه هيستوري عنه لان انت كنت عايش في حواريه. خلينا نقول يس لفتره طويله. فيس الموضوع بيبقى شويه مخيف من ناحيتين. فبتفضل ستاك لفتره طويله بس الحياه بتمشيك. والحياه بتمشيك. صح حقيقي جدا. وبصراحه يعني انا احييكي قوي ان انت بتمشي يعني. انت على طول مكمله ما شاء الله. يس دايما بمشي. يس ما شاء الله. دي حاجه جميله حتى لو هي صعبه. المجهود مش سهل ان انت تمشي فيه. طيب انا عندي سؤال دلوقتي، اخر سؤال. اوكي. هو دلوقتي لو هنتكلم عن التحدي اللي قدامك دلوقتي، هقول لك انا فهمت من ايه وانت تقولي لي صح هو ده التحدي اللي حاليا انت بتواجهيه ولا لا. هل تقولي ان التحدي ان انت تفضلي مكمله ان انت تمشي لكن يبقى في اكتر، يبقى في معنى الطف او معنى اهدى شويه على صدرك مثلا او على كتفك، يعني ما تكونيش شايله الدنيا على الحمل كله على كتافك. الحمل كله على كتافك. هل دي حاجه مثلا، هل ده التحدي ولا التحدي حاجه تانية خالص بالنسبه لك في الوقت الحالي؟ هو اكيد في challenges كتيره جدا. هي فكره بس في انه
انا كده كده مبقاش عندي القدره ان انا اوقف. انا بقيت امشي حتى وانا ما ينفعش اني امشي، المفروض اني اريح، فانا دايما بمشي، راسي دايما بتمشي، دايما بتاخدني على مطارح. فانه يعني انا ما عنديش قدره اني اوقف، بس وانا ماشيه هل انا ماشيه في الاتجاه الصح ولا لا؟ فاهم؟ هي دي الفكره، انه misleading myself or just misled كده بقلب الطريق. شايفه حاجه I don't know if I can trust myself in my inner voice كل الوقت. فبفضل ماشيه وبالاخير بجت ستك، وبرده ما ببقاش عارفه ارجع ورا. بتروح ماشيه بقى. بمشي، يس، بفضل امشي لانه this is the only thing that I can do او دي الحاجه الوحيده اللي انا فضلت فتره طويله اعملها. انا لازم امشي، لازم اقف، انا ما عنديش مجال تاني. I don't have the privilege of just relax. حتى لما بيكون عندي بحس انه طب وانا قاعده ليه؟ انا اكمل احسن. ودي زي ما انت قلتي، دي الحاجه اللي انت متعوده عليها، ان انت تكملي، ولو في تحدي ماشي اكمل، وبعدين نبقى نفكر بعدين ايه ده، هو انا ماشي صح اصلا؟ السكه المفروض يمين في شمال ولا شمال في يمين ولا مش عارفه، ما حدش قال لي. هي دي فكره there's no catalog which is hard. والفكره برضو كمان دلوقتي بقى في اصوات كتير، ناس كتير بتتكلم وبتقول، فانه يعني المفروض اسمع لمين، especially when you don't trust your own voice. بس yes it's just hard. yes. ودي اصعب حاجه، صح؟ اصعب حاجه ان انا يعني انا مش مياده، مش عارفه مياده بتقول صح ولا لا. طب والناس هتقول هو صح ولا لا اذا كان اصلا احنا مياده لسه ما اتفقناش. هو تحدي صعب وانا متفائل ان انت كده ماشيه. yes وانا كمان يعني I'm so proud of you. I'm very impressed كمان اللي انت بتعمليه. وحابه اقول لك بقى النهارده معانا ضيف. اوكي. هو متخصص في المشي. هو مش كوتش جيم بس هو actually يعني هو متخصص كمان في الصحة النفسية وفي التحديات دي تحديدا. فأحب أعرفك عليه. اسمه مهند نبيل، وهو هيقعد معاكي وهتاخدوا حوار لذيذ مع بعض. اكيد مش هنحل كل حاجه في قعده نص ساعه، اكيد طبعا، لكن هو على قد ما يقدر هيقعد معاكي وهتبصوا على التحديات دي من كذا منظور، هتبصوا عليها مع بعض ونشوف لو الطريق ده حلو. طب نمشي اكتر ولا نقف ونفكر ولا نعمل ايه بالظبط. فهسيبك مع مهند وانجوي الحوار معاه. تمام. شكرا. شكرا. Thank you for the very nice intro. يعني انت اتكلمتي وقلتي حاجات very very insightful وحاجات حلوه جدا، بس انا عايز اخد حاجات ابسط كده شويه. يعني ايه رايك؟ يلا بينا. يعني عايز اعرف كده، قولي لي مثلا في اليوم العادي بتاعك بتحبي تعملي ايه؟ يعني يوم، تعالي مثلا نتكلم يوم عادي ويوم مثلا شغل ويوم ويك اند او حاجه. انا بحب اليوم يمشي بطيء نوعا ما، فيعني بحب اصحى واخد وقتي في كل حاجه. I used to be an early bird بس دلوقتي ما بقتش قوي. again برضه بحاول اصحى بدري علشان لو هفطر بالراحه، لو هشرب قهوتي اشرب بالراحه، اجهز براحتي، بعد كده اروح على الشغل. اغلب وقتي في الشغل، مش بعمل حاجه تانية قوي يعني غير الشغل. اوكي. فانت مثلا بتروحي الشغل من امتى لامتى مثلا؟ قبل كده كان whenever I want تقريبا، او يعني whenever يعني just go. دلوقتي من 7 ل 12 في مكان، ومن 2 ل 10 في مكان. اوكي، 2 ل 10. اوكي، فانت الوقت عندك كان قبل كده فلكسبل اكتر؟ كان flexible، يس. دلوقتي ما بقاش هلقت. يس. طيب والويك اند بتحبي تعملي ايه؟ للأسف كبرنا على فكرة الويكند، فأنا عمري ما اشتغلت في مكان وكنت باخد day off بالويكند. فيعني اجازتي بتبقى حد او خميس اوقات او تلات. فيعني ما بعملش حاجه قوي. ممكن لو في حاجه هعملها اطلع بره بطلع، واغلب الوقت بيبقى غسيل وترتيب لبقيه الاسبوع. اوكي، تجهيزات بس. تجهيزات لبقيه الاسبوع، يا سواء اما قاعده بس بالسرير مش بعمل حاجه يعني. اوكي، فهمت قصدك. فيعني افهم كده من كلامك ان هو في الايام الشغل بتاعك بتبقي شغاله عادي، وواضح من كلامك كمان الوركينج اورز تقيله يعني. والويك اند بيبقى مش حاجات كتيره قوي بتتعمل فيه، حاجات ليكي بتعملي بس حاجات اللي هي. فحاسه بايه بالموضوع ده؟ حاسه انه اوكي، هو ممكن يكون ضغط شويه.
بس again أنا من لما جيت هنا ما فيش حاجة أعملها قوي، يعني المحيط نفسه مختلف، فبالتالي المألوف الوحيد بس الشغل. فأول ما جيت كنت باخد وقت طويل جدا إن أنا بشتغل، يعني حتى بباس working hours و I still wanna be at job. فيعني مش بعمل أي حاجة غير إن بفضل هناك، حتى لو هفضل بس كده قاعدة وخلاص. عشان ما فيش مكان تاني أروحه. شوية شوية بدأت أتعرف على شوية ناس، فيعني أوقات بطلع أوقات لأ. بسافر من وقت للتاني لما بعرف اخد اجازة بس. اوكي بس يعني بالظبط، يعني انا حاسس it's فعلا stressful It is stressful. it's stressful Nice. physically كمان أكتر Yes. من إن هو mentally. بس I guess إنه when I'm occupied مم. ببقى أحسن بكتير من إنه أنا ببقى ما عنديش حاجة. يعني when I'm running when I'm walking when I'm jogging I'm okay. بس لما ببقى في وضعية الثبات بحس ان انا لازم دايما اعمل حاجة، مش عارفة ايه هي الحاجة، فبفضل قاعدة، فبحس انه يعني مش دايما بحب الداي اوف صراحة برضه. اوكي Yes. اوكي يعني دي حاجه حلوه ان انت برودت اب وكلمتي عليها، اللي هي فكره الحركه. احنا كنا لسه من شويه في الانترودكشن اتكلمتي على فكره الحركه، وان دايما موبيليتي وكده. ففي فعلا من كلامك ده ان الحركه هنا مش معموله اوت اوف انه انت عايزه تعمليها او كده، قد ما هو لا، انت حاسه انك لو ما عملتيهاش الثبات ده هيجيب معاه حاجات تانية. Yes. اوكي bad decisions بقى bad people ما بعرف ممكن فكرة الفراغ أصلا كفكرة نفسها وحشة. اوكي Yes. اوكي طب حابه تكلميني اكتر، يعني مثلا هل في فتره انت كنت حاسه فيها بالفراغ وبسببها حصل حاجه انت ما كنتش مبسوطه منها بعدين او ضايقتك بعدين؟ مش قادرة ألاقي حاجة، لا مش مم. قادرة ألاقي حاجة خالص، بس لا مم. لا. فمفيش يعني، او انت مش لاقي دلوقتي، بس مفيش حاجه اللي هو سبيسيفيك تقدري تقولي عليها. فممكن تكون، هل ده معناه ان ممكن يكون الفكره دي حاجه انت قلتيها لنفسك اكتر من مره لحد ما بقت فاكت، بقت حاجه انت مصدقه بيها؟ ممكن مم. ممكن بس I guess حتى من واحنا صغيرين، يعني انه لازم دايما تكوني بتعملي حاجة علشان في حد تاني يبقى راضي انه يعني قوموا اشتغلوا، قوموا ذاكروا، قوموا ما بعرفش شو، فانه لازم دايما يبقى في اكشن بينعمل. القعدة دي نفسها بتبقى لا، فيعني once that person comes into the room فانه يعني بنفذ هيك انه في اي حاجة تتعمل المفروض تنعمل. فيعني اتوقع هي من هنا جت انه انا في حاجة أكيد لازم تتعمل، هي ما أعرفش بس في حاجة لازم تتعمل، فدايما ببقى كده أنا عايزة أعمل حاجة إيه هي مش عارفة، بس إنه يعني اوكي لازم يعني. حلو قوي، يعني ده conclusion مبسوط ان انت وصلتي له on your own. يعني ان فعلا انه في احيان being preoccupied بالحاجه دي حاجه لازم تتعمل، مم. مش انه انا عندي decision ان انا اعمل، لا انا لازم ان انا اعمل ده. فانت بتقولي دي حاجه حصلت من زمان قوي، يعني واضح ان في حاجه في البيت مثلا او كده كان في دايما بيتقال حاجه زي دي، مش كده؟ I guess yes. اوكي اوكي وكانت مثلا، هل انت مطالب منك انك تعملي تشالنجز معينه او توصلي لكاتيجوري معين او حاجه؟ أتوقع دي الطريقة اللي كلنا أو معظمنا اتربى بيها، إنه بس the love is يعني أو in my head في راسي إنه لازم دايما أبقى حاجة معينة مش عارفة، بس إنه لازم دايما تبقي كويسة، لازم دايما تبقي شاطرة، لازم دايما تبقي كده يعني، لازم دايما تبقي حاجة. فإنه إيه هي الحاجة مش عارفة، بس إنه دايما بيبقى كل الأهالي بتعمل كده للأسف يعني، بس دايما بيبقى في مقارنات، دايما بيبقى في للأسف الconditioned love دوت، إنه يعني أو أنت بتترجم، أو يعني راسك كطفل صغير أتوقع بيترجمها كده إنه maybe she doesn't love me because مثلا I'm not smart enough for her مثلا، أو you have to always prove أو يعني بقى moving بقى by trying حتى لو حدود طاقتك ما تقدرش إن هي تجيب ده، بس إنه against that you try. Okay. Thank you so much for sharing this. I really appreciate it. يعني وبيزد on المعلومة دي انه الموشن ده في بعض الأحيان أو من كلامك إن هو خلاص ما بقاش حاجة that you control، No. بقت حاجة that you feel أو يعني preoccupied أو أنت لازم تعملي ده، Yes. مش كده؟ I guess yes. أوكي. فإيه رأيك إن إحنا ممكن مع الوقت مثلا نبتدي نتكلم مع بعض إنه ناخد بريك، ناخد بوز من الموشن، من الموبيليتي، ونعمل كده شوية انسايت إن أنت حاسة بإيه أو أنت حابة تعملي إيه، ونشوف كده مع بعض. إيه رأيك في فكرة زي دي؟ حاسة إن أنا فصلت، أوكي. مش عارفة، حاسة راسي مش قادرة.
It's okay. حسن مش قادرة أترجم. Okay, it's okay. يعني خدي break, take a breather. Yeah, take a break. Okay. لا, مش probably. حاسة إنه قادرة أترجم السؤال أو. I will change the question. Okay, I will change the question. Okay. Yeah, I will change. واضح من كلامك ان في a lot of motion في كذا حته وفي كذا مكان وكده. ايه تاني حاسه ان انت بتعمليه كتير في حياتك برضو with this kind of motion او بالحركه الكتير؟ My head is not functioning. Okay. طيب can we مثلا I don't know, I'm not sure how editing would go, بس يعني I'm assuming انه مثلا can we yeah obviously لا قصدي يعني we can مثلا skip through over point تانية بعدها ولا يعني أنا بس شايفة نفسي بجري، فاهم؟ شايفة نفسي قاعدة بقطع الطريق، فأنا حاسة إن راسي بس قاعدة بتقطع الطريق رايحة جاية، فأنا حاسة إن مفيش كلام في راسي، بس أنا شايفة نفسي بمشي it's fine. التحديات اللي بنواجهها مش دايما بتكون سهلة. ممكن تبقى حاسس انك مستعد 100%، لكن في لحظة المواجهة تكتشف انك مش قادر، وده شعور طبيعي جدا، واللي حصل مع ضيفتنا ميادة قاسم. يا ترى ليه بيحصل جوانا؟ طب ونتعامل مع الإحساس ده ازاي؟ فتعالوا نتعمق أكتر في مفاهيمنا عن الصحة النفسية مع طبيب وأخصائي في العلاج النفسي الدكتور مهند نبيل. ازيك؟ ازيك يا طارق، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا مبسوط ان انت معانا ومبسوط جدا ان ميادة كانت معانا برضو. حسيت بايه من الكونفرسيشن؟ انا شايف ان انتوا يعني كان اوريدي في كلام جميل بينكم وكان حوار داير، لكن كلمني اكتر في يعني من منظورك كخبير صحة نفسية. يعني الحاجات دي اكيد حاجات طبيعية طبعا، حاجات عادية جدا وبتحصل كل يوم، لكن انت بتبقى شايف ايه لما تشوف حاجة زي كده؟ بص يا طارق، اقول لك حاجه بصراحه، هو اللي حصل ده حاجه حلوه جدا كانديكيتور انه الصحه النفسيه او احنا فين او بنتصرف ازاي ملوش بروجرام، ملوش سكادجول. يعني عارف اللي هو لو احنا مثلا هنيجي دلوقتي انا وانت هنتكلم في توبيك النهارده، هنتكلم عن الكوره او هنتكلم عن اكلتنا المفضله، هتقول لي بص يا مهند you have to stay 30 minutes وهنتكلم وكله تمام. بس when it comes to صحه نفسيه، when it comes to التوبكس اللي هي متعلقه بينا وبمشاعرنا وبافكارنا، it's impossible to say ان في جايد لاين. فبالتالي انا كنت حاسس ان دي حاجه very natural. اللي حصل هو حد اتكلم في توبيك، انت سالت كل السؤال اللي انت كنت سالته في الاول what's your story what are your challenges، والسؤال اللي انا سالته كان اليوم العادي ماشي شكله عامل ازاي، او اليوم الاجازه شكله عامل ازاي. ومع ذلك حصل انه الشخص افتكر حاجات، حس بايموشنز، حس بحاجات، فكانت تو ماتش عليه ان هو يتكلم اكتر من كده. فده عادي جدا، وهو ده ده عادي جدا يس. وده الفرق بين الصحه النفسيه وبين انك تتكلم عن نفسك وتعبر، وبين انك انت تسيك هيلب في اي حاجه تانية. انت هنا ما عندكش في ابوينتمنت وفي وقت وفي كل حاجه، بس اتس نوت سيت ان ستون انه انا دلوقتي انا النهارده قادر اتكلم، انا النهارده قادر افضفض لك، وفي يوم تاني انا مش قادر خالص. I just wanna lay down، عايز اقعد، مش عايز اتكلم وكده. فبالتالي it's very important نعمل distinction ما بين انه انا دلوقتي capable او قادر او يلا بينا نعمل ده، وفي ايام تانية هبقى لا انا مش قادر اعمل فيها ده. بس صح. وانت بتفكرني بحاجه ان انا كتير قوي يعني عايز ابقى ادي 100%، واكشلي ساعات 110%. في مره واحد قال لي طب انت بتضحك على نفسك ليه؟ ازاي تحط 110% وانت ما تقدرش اصلا؟ يعني اصلا منطقي ما فيش 110%، يعني من الاساس انت اصلا عايز تحط نفسك ان انت تقدر نفسك من الاخر. بالظبط كده. طيب ازاي الواحد عامه يقدر يبقى لين اكتر مع نفسه؟ ازاي الواحد يقدر ياخدها، يعني ياخد الدنيا كده بطريقه الطف شويه او اسهل شويه؟ عندك اي افكار على الموضوع ده؟ يعني انت النقطه اللي انت بتقولها بتاعت ال 110 دي بتبقى مشكلتها، عارف ايه؟ بتبقى انه في بعض الاحيان انت مش بجد انت عايز تعمل 110 دي، بس انت في صوت جواك او في فكره جواك مزروعه من زمان. وكنا احنا في بريف اتكلمنا فيه من شويه عن الحته دي، ان هو انا من زمان في دايما تشالنج، يور اولويز بري اوكيبايد انك تبقى احسن من ايه او احسن في ايه. فالديفولت انسر بتاع احسن او 110 ده 110 في ايه؟ 110 ازاي اصلا؟ اصلا يعني فانت السؤال الاولاني انت تساله لنفسك هو انا عايز اعمل ايه؟ ده اول حاجه تبقى لاقين بيها، وعايز اعملها ازاي، وعايز اعملها امتى، وعايز اعملها مع مين. فبالتالي انت لازم تحط لنفسك جولز ثابته وواضحه،
وتبقى الجولز دي غرضها ان هي تبقى مخلياك حاسس انك انت you're on a path، انت مش بس ماشي كده دريفتنج، انت مش عارف انت رايح فين، وحاسس انك انت بتجري ورا ميراج او حاجه اللي هو 110%، حاجه حرفيا an anomaly، صح. numerical anomaly. صح. فبالتالي لا، انت عايز انك انت تقعد وتتكلم، وده غرض ان a lot of instances الهلب البروفيشنال او الهلب ممكن الناس اللي حواليك يساعدوك فيه، بس انت محتاج ان ده يبقى موجود عشان خاطر ما تبقاش لوست في الدريفت بتاع اليوم الحياه السريعه اللي احنا بقينا عايشين فيها. طبعا طبعا. انت عارف فكرتني في حاجه وانت بتتكلم على موضوع، انا وانا بعمل يعني كنت بعمل بحوث، يس. فما اعرفش لو هي حاجه هيلثي ولا لا، بس في البحوث عارف انت ممكن تبقى عامل بحث تحفه جدا وتقدمه وبعدين ترفض عشان انت مش حاطط نقطه في اخر السطر، ولا مش عارف نسيت تكتب الحاجه في الفيجر اللي مش يا عم ده انا قاعد بقالي 6 شهور بشتغل على ده، جاي دي تروح رافض لي الورقه. بالظبط. فما اعرفش لو هو الموضوع ده من البيئه اللي حوالينا بتخلينا ان احنا عايزين دايما ابقى بيرفكت 100%. يس. فما اعرفش ايه الطريقه الواحد يقدر يفكر فيها او ايه تكنيك مثلا ابتدي افكر فيه منتال كده، بالظبط، ان ابتدي ما بقاش على طول انا عايز ابقى بيرفكت، بالظبط، ان انا اتقبل ان ماشي ممكن 90%. اصل 90% دلوقتي ما بيدخلش طب، احنا عندنا مشكله. دي حقيقه. احنا اتليست 103 ارقام اللازم بالظبط اللي 110 بصراحه. صح، ايوه محتاج 110 بالظبط. بالظبط. فايه رايك في الموضوع ده؟ ازاي الواحد يقدر لوحده كده يحاول يساعد نفسه ما يبقاش في الحته دي؟ اوكي، بص، اولا عايز اقول لك perfectionism ده اكبر تراب في الدنيا. اتس تراب عشان انت دايما بتقعد، مفيش سقف اصلا للبرفكشنزم ده. انت كل ما هتوصل ممكن لبوينت هتلاقي انه ايه ده there is more. انا مثلا عملت البحث بس ليه ما عملتش 5؟ طب بعدين تعمل 5، طب ليه ما عملتش 10؟ طب خلاص وصلت الرقم حلو، طب ايه ده هم ال10 دول ما كانوش بيرفكت، ما كانوش معمولين حلوين قوي زي اللي معمول قبل كده. فانت دايما هتفضل تدور على نفسك على حاجه تقارن بيها، وهو that's why perfectionism is a trap، عشان خاطر انت if you compare لحاجه that is not there then you're not achieving اي حاجه اصلا. صح. فده اول حاجه، انك انت لا، انت قارن باللي عندك دلوقتي. انت اي one step، لو انت مثلا كنت بتصحى الساعه، عايز تصحى الساعه 10 الصبح، بقيت تصحى الساعه 9:30، that is good، عشان انت خلاص انت هتاخد ستيب وبعدين تفضل ترجع فيها. والعكس، بقيت تصحى 10:30 في يوم تاني، اتس اوكي، هترجع اليوم اللي بعديه ترجع تصحى 10. فانت just compare with yourself، وانت اي مايلستون صغير قد كده is a step in improving and helping yourself later on. حلو، كلام جميل. هو كلام جميل جدا. نيجي على الفعل بقى. الصوت اللي جوانا ده نعمل فيه ايه؟ الصوت اللي جوانا ده هو اكتر اسخف كريتيك، اسخف حاجه في الدنيا. حقيقي. وساعات بيبقى الصوت عامه ما بتبقاش واخد بالك منه. يعني انا مثلا كان بقالي فتره بتكلم مع واحده زميلتي وبنتكلم على النوم. انا بنام قليل قوي. اوكي. بشتغل كتير قوي. ودايما اويك، دايما انا قاعد لابتوب في شغل، اصل الشغل ما بيخلص، دي حلاوته. فهو بيبقى اولموست كانك بتلعب جيم كده، بس حقيقه ان انت لا، انت بجد ما بتنامش. فبتقول لي طب انت لو ما نمتش وقت طويل، ما هو في بحوث كتيره بتتكلم ان مخك هيبتدي يحصل له ضمور، هتلاقي بتتعصب بسرعه، هتلاقي حاجات كتيره. ما انا عارف الكلام ده، بس مش عارف اوقفه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بص، هو زي ما انت بتقول، هو الصوت اسخف حاجه، وهو بصراحه عشان ابقى صريح معاك مفيش طريقه واحده تسكت بيها الصوت، او مفيش طريقه شور انك تسكته اصلا على طول. ان هو الصوت مشكلته ليه كده مهند؟ انا قلت اديني شربة عم محمود. لا يعني بص، كان نفسي ادي لك النو هاو بتاع الصوت، بس لا يعني للاسف مفيش. وهو عشان خاطر نبقى صريحين ونبقى اونست زي ما احنا بدانا الكلام، ان احنا بنقول انه انت مش غرض حياتك او التارجت بتاعك انك عايز بس تسكت الصوت ده. بالعكس، انت لو انت خليت ده تارجت فانت هتوصل لنفس التراب بتاع البرفكشنزم، انه انا خلاص سكت الصوت، يس انا هفضل دايما انا سكته، انا طب ده رجع تاني ليه؟ ما رجع، ما انا بقارن بحاجه تانية. فلا، انت حط لنفسك جولز، حط لنفسك تارجتس معينه توصل لها، دي حاجه. الحاجه التانية اللي مهمه بقى، احنا في الشغل بقى نفسه، في ثيرابي وكده، انت بتبقى عايز تعرف اصلا ايه الكور بتاع الصوت ده. يعني الكور ده، هل كان انت بيجيلك كريتيسيزم معين فعايز تصلح من نفسك؟ طب هل انت كان في حاجه حاطط لنفسك عليها انه ده البيرسوناليتي بتاعتك، انا شخص بيحب انه يعمل ده، فلو ما عملش ده هيحس ان في حاجه غلط في شخصيته، فهيبقى الصوت جاي من الحته دي and so on.
فاكسبلورينج الكور بتاع الصوت ده مهم جدا ان احنا نعرف نواجهه. والحاجه التانية ان انت تحط لنفسك سمول فيكتوريز، حاجات انت بتوصل لها فتقدر تسيلبريت ات افري ناو اند ذن، وتفضل تقول له طب اسكت بقى شويه بقى انا عملت ده، خليك على جنب بقى حبه. فدي حاجه برضو فيري جود اون ذا لونج ران يعني. اوكي celebrate your victories. يس. ممكن تشرح لي ازاي الواحد يعملها؟ انك انت تبقى مايندد بانت عايز تعمل ايه وان انت عملته فعلا، وتبقى انفولف في الحدث ده نفسه. يعني انا مثلا دلوقتي انت بتقول انك انت بتشتغل كتير او بتعمل حاجات كتيره، فانت هتفضل تشغل، بس انت عملت بروجرام جديد، عملت حاجه جديده جدا. you will at the time you will enjoy اللي انت عملته ده، هتفضل تشوف الله دي حاجه حلوه and live in the moment. مش هتبقى minded بانه انا حسينه ازاي او هعمل ايه تاني او لازم اعمل حاجه تانيه بعديه. you will live in the moment itself of الفعل اللي انت عملته and be involved فيه في الاول. اوكي انا اقعد في الوقت، يعني في المومنت اللي هو في البريزنت بقى، في الحاضر. في البريزنت بالظبط، هو دي في اكتر الحاضر حاجه. واقول الله انا عملت 1 2 3 يس. بس لسه في 2 4 5 6 7 8 9 200. يبقى يشوفهم طارق بعدين بقى، يبقى طارق بتاع بكره 3 ده يشوفهم بعدين. اوكي يس يعني كده انت بتعمل السليبريشن، كده بتحتفل بنفسك. بالظبط، ان انت بتعيش البريزنت نفسه، مش بتنط 5 خطوات قدام. you don't know هيحصل ايه بعدين، you don't know بعدين ده هيحصل فيه ايه احسن او اوحش. we literally have no idea. صح، بس ده فيه برضو خوف من المجهول. يس. وانا لو ما حضرتلوش ده انا هلبس. ايش عرفك انك هتلبس؟ سؤال حلو. سؤال حلو. يعني بتهيألي انا اصلا انا فقري. صدقني، بس يعني هي الفكره كلها ان هو دي الجمل اللي انت بتقعد تقولها لنفسك لحد ما تصدقها، واللي هو ما انا عشان كل شويه ده يحصل، ده عشان ده بيحصل كل شويه، بس realistically speaking you don't know. حلو السؤال ده بصراحه، اللي هو ايش عرفك؟ سؤال بيوجع كده. بصراحه ما اعرفش، ممكن هو الصوت اللي جوايا هو اللي عرفني. انا ازاي لما اقع اقوم نفسي تاني او اساعد نفسي بنفسي؟ ايه الخطوات اللي اقدر اعملها؟ انا فعلا عملت حاجه يعني خيشت، الافرض خيشت حصلت، اعمل ايه؟ بص، هو الدخول في اي حاجه بالنولج بتاع انه التخييش او الفيلير از ا بوسيبيليتي حاجه بتحمي جدا اصلا. يعني لو انت داخل مشروع بروجكت وانت عارف انه I have to succeed، انا لازم اطلع الحاجه بشكل بيرفكت، لما يحصل التخييش ده او الفيلير دي هتبقى واقعها عليك اقوى بكتير قوي اصلا، وهتبقى اللي هو ايه ده that was never a possibility. فانا بحس انه اول حاجه بروتكتيف، انك انت تمنع حاجه زي دي تحصل، انك انت تبقى قبلها بيفور هاند عامل انه there is plan A and plan B و plan C. فده اصلا دي حاجه very protective، انك انت تطلع نفسك من حاجه ان انت تجهز لها قبلها. That's the first thing, that beforehand يعني. اصلا during بقى الفيس نفسه بتاع الحاجه، انه انت ترجع تريموتيفيت يور سيلف، انه ايه الحاجات اللي انت ممكن تحسنها، ايه الحاجات اللي خلت just start analyzing الموضوع. where did it go wrong؟ طب هل it was your responsibility ولا it's not اصلا your fault، وهكذا. فدي برضو just trying to understand and analyze what's going on، دي حاجه حلوه جدا. والحاجه الثالثه even though هي ضد سؤالك شويه او عكسه شويه، بس دايما be minded انه you don't have to stand up on your own all the time. انه people that you care for and they care for you دول موجودين لسبب. ففي الاوقات اللي زي دي it's never a bad idea ان انت تبقى تسند على حد منهم، هم يبقوا موجودين معاك، عشان هم في الوقت اللي هم هيبقوا عايزين انت برضو هتبقى willing to help ده. وهو غرض الفكره كلها ان انت قاعد، احنا مش عايشين لوحدنا at the end of the day. ف portraying as such لنفسنا انه I have to دايما be minded انه I have to رجل عصامي. it's very difficult اصلا مع الوقت انك انت تبقى ماشي بالسيستم ده. فده in itself برضو حاجه very helpful يعني. ان انا مش لازم ابقى قاعد لوحدي في المحنه دي، ممكن عادي جدا يبقى معايا ناس، عادي جدا اسال مساعده ناس بالظبط كده، بالظبط ممكن تساعدني. بالظبط. حلو جدا. طيب انا انتريجد بحاجه، في حاجه بتفكر فيها. انا عارف ان في ناس بتحطك في دور المنقذ بحكم ان انت خبير صحه نفسيه، فانت اللي هتنقذني، هتحل لي مشاكلي وعجبني قوي ان انت بتوريني ان لا، في حاجات كتيره ممكن انا اعتمد على نفسي فيها، ابتدي طريقه تفكيري ذات نفسها، ابتدي اسال نفسي اسئله صعبه شويه. بالظبط. جبت الكلام ده منين يا طارق؟ بالظبط كده. وفي نفس الوقت ان محتاج مساعده، ممكن اساعدك.
بس هي مش انا اللي هاجي يعني فاهم اخلص لك مشاكلك واطلع. بالظبط كده. انا عايز اخد انجل تاني مختلف شويه، الا وهو ايه التشالنج بتاعك انت حاليا اوكي كمهند؟ اوكي. يعني إيه لو مش بيرسونال ان انت لا ديفينتلي، لا اتس فاين. يعني بص هو التحدي حاليا بتاعك. بص هو انت اتس ا فيري انترستينج ستارت للسؤال انه حته المنقذ وكده، وهو دي حقيقه ان هو فعلا بيبقى فيه بري كونسبشن معين انه الثيرابيست او السايكايترست او وات ايفر بيبقى غرضه ان هو يساعدك او هو هيطلعك من المشكله. بس لا بالعكس، انا دايما بحب اقول جمله قوي انه طارق knows way more about طارق's problems than I do. اوكي، فانا دلوقتي انا هاخد المعلومات او هحاول اساعدك through your own tools and you do have the tools and you do have the information. انا بس guide you throughout الموضوع وانت بتhelp me out ان انا اعرفك اكتر as well. ايه ده انا خبير نفسي وانا عندي التولز. يس، بس هي الفكره بقى انت عندك التولز او مش عندك. مصديه؟ طيب اي كانت مصديه، ممكن في حاجات منهم you didn't explore yet، في تولز انا ممكن اساعدك اقول لك عليها. فهو البوينت كلها احنا الاثنين we work together في ده، مش انا جاي واروح جايبك من ايدك. no that's not how it works. احنا الاثنين بنساعد بعض to reach انه ازاي طارق يبقى حاسس انه احسن. ف that's a very important point في الحته دي. في التشالنجز بقى، يعني بص في طبعا we face a lot of challenges، بس مثلا one of the biggest challenges on topic of that question is ان بيبقى في expectation لناس جايه لك on the premise of انت سوق بقى او انت do the whole سلم مفاتيح قول لي وخلاص. اعمل ايه. فدي بتبقى دايما ساعات تشالنج، ودي بتبقى حاجه بحب ان احنا اشرحها انه لا انا I will never know about your life اكتر منك او منك. I will never be able to help out بطريقه اللي هو authoritative او انا you have to you don't. فدي حاجه very important. هو يعني ايه authoritative؟ authoritative اللي هو انا باخد القرار بالنيابه عنك او انا اللي بقول لك اعمل ده و go there و buy that. it's very difficult وبصراحه يعني في people that can do that، بس انا بحس انه الثيرابي كثيرابي حاجه that we work together فيها. it's a journey that we go on through together. انت بتعمل حاجه غريبه قوي، انت بتعيد مفهوم يعني ايه اساعد حد yes. اصلا. لان المساعده احنا عارفين هات عنك، هات انا اعملها لك. بالظبط. يعني ده برضو مفهوم بنبص عليه ان هو نوع من الجدعنه. انت لو ما قلتليش اعمل ايه وما اعملش ايه فانت بتخبي عليا المعلومه. بالظبط. فانت كده بتخبي عليا المعلومه ولا ايه؟ يعني بص انا لو في اي معلومه انا عارفها اقولها لك والله لو في اي معلومه انا عارفها اقولها لك. بس هي الفكره انه اي معلومه انا متاكد انه هي انت ممكن تساعد بيها نفسك، هتبقى عندك انت واحنا هننافيجيت مع بعض، احنا مش هنجيبها من العدم. هل ممكن حد يساعد حد تاني ومن غير ما يكون خبير صحه نفسيه بالمنظور ده؟ بص ده سؤال حلو، وعشان كده هقول لك على حاجه بصراحه. هو انت سالتني سؤال في النص اللي هو طب ايه ده مش جدعانه مني او مش هقف معاك. هو ده غرض المساعده اللي انت غيرك هيقولها. يعني انا ممكن حد من اصحابك او اهلك او قرايبك او whatever يديك نصيحه، يقول لك انا حاسس انت مش المفروض تخش في المشروع ده، او ده شكله مش كويس، او ده مش هيكسبك. انا ما ينفعش اقول كده، ما ينفعش اقول لك انا حاسس انت ما ينفعش تخش المشروع ده. انا هقول لك انت ليه حاسس انت عايز تخش المشروع ده؟ فانت هتقول لي عشان كذا وكذا. طب انت شايف ان هو سكسسفul، يعني انت شايف ان هو في بروميسز، تقول لي بس هو a lot of failures حصلت فيه قبل كده. طب انت ليه حاسس ان الفيلير ده مش هيبقى انت مثلا منهم؟ فهتوصل الاجابه بطريقه a bit through you، مش انا جاي اقول لك على فكره انت ما تخشش المشروع ده. فthere is a very very big way of انك انت توصل معلومه بان انت بتنصح حد based on ان هو عارفك، وان انت بتشوف منه هو هيوصل لها اصلا ولا لا، عشان هي ممكن ultimately تقول لي لا هو فعلا هيبقى كويس. and the reason it failed انه حصل مشكله ما، مش بسببك انت، مش بسبب قرار خط يعني. فانت بتديله المساحه ان هو يفكر. يس. وعن طريق اسئلتك انت بتبحث معاه عن طب تعالى نبص عليها من كده، طب ما نبص المشروع من كده، ما نبص المشروع من كده، وبتخليه هو اللي يبص على المشروع من الحته دي كلها. بالظبط كده. فبحس ان هو يقدر يساعد نفسه بنفسه، بس انت اكشلي كنت موجود في الصوره بس من بعيد كده. قاعد بتفرج بس. دي تحفه. يعني انت بتخليني افكر، افرض عائلتنا كانت بتعمل كده معانا، يعني صحابنا كانوا بيعملوا كده معانا. يعني هو الموضوع مش محتاج تدرس له 6000 سنه بالزبط. هو بس اسالني انا رايي ايه يعني. الطريقه النون دايركتيف مهمه قوي في النصيحه دي. نون دايركتيف يعني ان انا زي ما انا قلت لك انه انا مش بقول لك انت المفروض تعمل ايه او يو هاف تو، عشان خاطر في الكونتكست بصراحه بالذات الشرقي اللي عندنا هنا في مصر او في الدول العربيه او كده، انه بيبقى في اكتر
ادفايس بيزد او هتعمل ده بالظبط كده، انا خايف عليك. الشق ده بيخلي شويه انه لا، هو الموضوع ما بياخدش بقى الشق بتاع طب ما تيجي نقيس مع بعض، طب ما تيجي نشوف مع بعض ده هنعمله ازاي. فده ميجر ديفرنس. هسألك آخر سؤال. اوكي. لو وصلنا إن طريقة الحوار بينا بقت كده، من الصاحب لصاحبه، صاحبها لصاحبتها لصاحبها لباباها لمامتها، لو قالت أنا عايزة أعمل مشروع جبنة رومي، هو مشروع خلينا نقول يعني هتروح تبيعه في المكسيك، والمكسيك ما بيحبوش الجبنه الرومي مثلا، فاهم؟ فبدل ما احنا نقول لا يا حبيبتي ده مشروع فاشل وما تركزي بقى في الثانويه العامه عشان يجيب 110، لا احنا في طريقه ثانيه ان احنا نقول طب ما تيجي نبص على المكسيك والسوق بتاعها بيحب هو اصلا بياكلوا جبن ولا لا، يبقى الموضوع قصدك ياخد الطريقه دي. لو ده بقى نطاق الحوار بيننا في مصر والعالم العربي، ايه اللي يحصل فينا كبلد كبلاد؟ هنبسط قوي. بس قوي مش هنجيلك. لا يعني it's definitely a very good step. وهو فعلا انا حاسس انه هو الكونفرسيشن ده مهم اصلا في تكوين الشخص من هو قبل كده، وان انا مش بفورسم يعمل حاجه او كده، لا انا بسمع منه وباخد وبدي الموضوع. فلا طبعا makes a huge difference، على حتى هتوطي الصوت شويه الداخلي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. هتوطي الصوت الداخلي شويه. يس definitely. يعني انت هتخلي الصوت الخارجي يطلع. وان انت هتخلي انه بدل ما هيبقى فيه جوه critical thinking او خوف زايد او قلق من ان انت تعمله يفشل، هيبقى اكتر انه لا ده في room of improvement، ده ممكن ادور وابحث، فهيبقى الصوت حتى نفسه صوته اوطى شويه. ده تحفه. يس. هو هيبقى اوطى اكيد لان هو طلع خلاص. يس. هو طلع بصوت عالي. جاوبت سؤالك اللي في النص في الاخر شويه. في الاخر. حلوه. حلوه جدا. مهند شكرا جدا. عفوا. انا ثانك يو سو ماتش يا طارق، والله اتس ا بليجر ان انا اتكلم معاك، وكانت كونفرسيشن جميله، وهيرز تو مور اوف ذات ان شاء الله يعني. Absolutely. It's a great start. Thank you for being part of the first season. Thank you so much. Thank you for helping us help ourselves. Thank you طارق. Thank you so much. Have a good one. You too. Bye bye. في لحظات كتير المواجهة بتكون أصعب مما نتخيل، لكن ساعات بيجيلنا إحساس إن إحنا عايزين ناخد خطوة كمان ونكمل الرحلة، وده اللي عملته ميادة. خدت خطوة صغيرة ورجعت الاستوديو أقوى من الأول عشان تواجه التحدي وتشاركنا قصتها. ممكن أسألك إيه اللي شجعك نعمل 5؟ ما اعرفش، ممكن انا كنت محتاجه وقت اكتر. ممكن اول مره كانت بالنسبه لي مخيفه، سبيشالي ان في كاميرات وانا من كاميرا بيرسون بالمره. صح. بس تحبي تتكلمي عن ايه؟ مش عارفه انت عايزني اتكلم عن ايه. اللي يريحك. ليدني ما اعرفش. lead you؟ Yes, ماشي. lead me. ممكن احط اسالك عن الستوري؟ ايوه اوكي تمام. ايه رايك؟ يلا بينا. احنا قاعدين لوحدنا بقى، نستفيد بالحوار. طيب قطر ستوري ولا ايجيبت ستوري براحتك. ولا ان بتوين؟ ان بتوين حلوه. ان بتوين لذيذه. ان بتوين لا ما كانتش حلوه خالص. ايه ده خالص؟ لا بس الفكره انه يعني هو بس فكره الصراع دايما انه انه انا هتحرك من مكان لمكان، انا عارفه المكان اللي انا فيه وعارفاه كويس جدا، انا عايشه هناك طول عمري وطول حياتي، ما اعرفش اي حاجه غيره. محيطه مألوف، حتى لو كانت الاكشنز اتغيرت بقلب هالمحيط المألوف. غيرت بيوت كتير، بس الفكره انه هو نفس المكان. يعني انا عارفه الكورنيش، عارفه جامعتي فين، لما بعدي على مدرستي القديمه فانا عارفه مدرستي القديمه، فبسمع اصواتنا وبشوف حكاياتنا. فانه ان انا اسيب المكان دوت لمجهول انا مش عارفاه، حتى لو كان هو ده بلدي، ده بالنسبه لي كانت حاجه مخيفه. للاسف عملت اكتر حاجه غلط بالحياه، انا كسرت اقامتي لان انا كنت خايفه، فاجان زودت على الخوف خوف ان انا اسيب المكان، وخوف ان انا اصلا قاعده بشكل illegal، فانه عشان انا مش عايزه امشي لمكان هو انا مش عارفه هيكون حلو ولا مش هيكون حلو. فعشت في حاله الخوف دي كتير قوي. ويعني لما جيت هنا حسيت انه اكيد طبعا الخوف كان موجود والتوتر كان موجود والدينايل دي، حالة انه لا انا مش عايزه اكون هنا، ده مش مكاني، لمده 3 شهور كان موجود. بعدين ما بقاش موجود، وفي حاجات بقيت ابدا الفها واحس انه لا تمام. وكمان فكره انه ارجع تاني واقعد مع اخواتي، دي كانت بالنسبه لي حاجه حلوه. حاجه حلوه جدا. يس حاجه حلوه، حاجه مريحه. يعني سبحان الله، زي بيبقى في ناس كده انه منك ومنهم
بس ما فيش، انت مش مضطر ان انت تبقى حد تاني او حاجة تانية، او انت تبقى بشكل معين علشان الناس تتقبلك. خلاص احنا اوريدي مكتوبين بنفس دفتر العيلة، فاحنا اخوات. فدي حاجة بالنسبة لي سبيشالي اخواتي البنات، فهم كانوا السبب الاساسي اللي خلاني انا مش عايزة اسيبهم تاني. بس ده كان سبب كبير خلاني اقعد. مي ومنى. مي ومنى، yes. ربنا يخليهم لك يا رب. يعني هم اول ما قعدتي معاهم فتره حسيتي لا انا مكاني هنا معاهم، خصوصا برضه لما وسطيهم. بتيجي لما باجي بسترجع ذكريات انه لما توتي كانت تيجي تكلمني بالعيد او ماما تكلمني في العيد، لانه قعدت 4 سنين مش شايفاهم، انا هناك وهم هنا. هي مش عايزه تكلمني لانه نفس فكره ان انا مش عايزه اكلم عمته وخالته وعيد عليها هي مين ديت. فانا حسيت نفس الاحساس. توتا حسيت تجاهي انه هي مين دي. اوكي ماشي، هاي ازيك عامله ايه، ماشي يلا باي كله تمام. حتى هي قالت لي لما عرفت ان انا جايه انه هي هتيجي تعمل ايه. انا كمان كنت مربوطه بذاكرتها وهي صغيره ان انا ماما التانية، فانه برضو كنت شويه طاف عليها، فانه هي بالنسبه لها انه هتواجه مشكلتين في نفس البيت مره تانية. فما كانش حد برضو بتتقبلني. فكره ان انا اشوفها بعد ما كبرت كمان، سبتها 12 يا 16، قعدت فتره طويله اناديها باسم مي انه انا مش مستوعبه ان هي كبرت. فحتى لو المسافه كانت طولت اكتر او المده كانت طولت اكتر، الموضوع كان هيبقى اوحش اكتر. وكل واحد فينا هيتعود، لان كل واحد فينا بيمشي بطريق مختلف وبقى يبقى عنده حياته وقصته واصحابه ومحيطه ومجتمعه الخاص فيه. صح. والمسافات بتبعد الناس عن بعض. فما كنتش عايزه ده. لما رجعت هنا حسيت انه لا مش عايزه ده. بس تحفه ما شاء الله. يعني انت شفتي تحدي وقلتي لا خلاص انا مش عايزه ده، وخدتي القرار مع انك سبتي حاجات كتير هناك. سبت حاجه، سبت حياه كامله هناك. حياه كامله هناك. سبت ماي اكسبيرينس هناك. اوف. يس ايوه. سبتي له بدله ومشيتي؟ للاسف مش literally، بس يعني للاسف ده كان من القرارات الصعبه اللي اخدتها علشان اقعد هنا. دي كانت من الحاجات اللي للاسف انا ضحيت فيها. فبرضه ما كانش مرحله سهله برضه، ان انا في مكان جديد، محيط جديد، ناس جديده، شغل جديد، حياه كامله جديده. ويعني انبنت على حياه تانية كان المفروض ان هي تنبنى، فاهم. فدي كانت برضه صعبه شويه. انبنت على حياه تانية كان المفروض تنبنى. بمعنى انه يعني حياتي دلوقتي وكل اللي انا قاعده بعيشه دلوقتي انبنى على حياه اخرى كان المفروض تشوف النور. بيت كان المفروض ينفتح، 2 كان المفروض يكونوا مع بعض او they planned انهم يكونوا مع بعض. بس ففي حاجه راحت وحاجه جت. بس الحاجه اللي جت على حساب اللي راحت. فأنا هو تشبيه جميل ان انت بنيتي حاجه على حاجه شبه ما اتبنتش، كانت هتتبني او كان المفروض تتبني. طب دلوقتي بقى لها فتره الموضوع ده صح؟ يعني من اول ما جيت انا سنتين بس. سنتين صح؟ دلوقتي عدى سنتين، حاسه ان دي حاجه حلوه ان هو ما اتبناش، ما اتفتحش المكان ده ولا؟ لان انا عمري ما كنت هبقى هنا. لو ده اتبنى انا هبقى في مكان تاني اخر، وهعيش بانه فكره what if I just didn't do it. Yes. فاهم. انه what if انه I stayed there. اخدتها الشغل، اتعرفت على ناس تانية مختلفة، كبرت بهالمحيط. الفرص كانت دايما هتبقى قدامي موجودة. مش منطقية، بس again كنت هشوف قصص نجاح مختلفة كليا في راسي وهبنيها. صح. وهفضل عايشة في يعني في وهم انه ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط، بس هفضل عايشة انه طب انا كان ممكن انجح، كان ممكن انبسط، كان ممكن ابقى اسعد. طب ومش عايزة برضو ارجع. وفكرة برضو ان انا ارجع ألوم الحياة ديت على إنه أنا بدأتها وسبت حياة تانية. دي برضو كانت مخيفة. مش عارفة أنا أفكاري مترتبة ولا لأ، بس فكرة إنه أنا ما كنتش هشوف كل اللي أنا شايفاه دلوقتي، ولا هعيش، ولا هبقى بهالمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي، ولا بكل هالريلايزيشنز اللي أنا وصلت لها لو ما كنتش قفلت هالباب أو ما بنيتش هالبيت. لو كنت بنيت هالبيت كان نوعا ما المسار كان واضح شوية، فاهم إنه تمام أوكي 2 هيتجوزوا حققوا أو يعني they made a plan and they walk through it. فتمام وكده الطبيعي. هشوف بقى حياتهم هتبقى مصيرها عامل ازاي. هتبقى مش نوعا ما عادية، بس انه خلاص تمام اوكي هيبقى يعني هتخلص قصتي انا في فترة صغيرة، فاهم. مش هعمل حاجات كتيرة قوي كان المفروض ان انا اعملها لو ما عملتش، لو ما سبتش ده، او لو ما رجعتش ليه. هو بصراحة وجهة نظر جميلة. مش عارفة يعني إذا قاعدة بقولها صح ولا لا. يعني انت
شايفه ان لو كنتي مشيتي في الخطه دي وبنيتوا البيت وفتحتوا البيت والكلام ده، هيكون قلتي قصتك هتنتهي مع بدايتها، يعني زي ما حياتي دلوقتي ابتدت على نهاية الحياة ديت، قصتي أوكي. أنا كميادة، أنا كشخص كميادة لوحدي كانت هتنتهي مع بداية هالحياة، لأنه أنا هبقى ساعتها محسوبة زوجة، وبعد كده أكيد هبقى أم، فهنسحل بمكان تاني مع أشخاص تانيين، وهلبي حاجات، وهبقى بعمل مسؤوليات لأطراف أخرى، وأنا ساعتها هعيش في إنه لو كان بس عندي الجرأة كفاية إن أنا ألف ظهري وأمشي وأشوف نفسي، بس مش بس الناس. هيجي وقت عليا أكيد وهشوف الناس اللي حواليا عايزين مني إيه وهعمل هالأشياء، بس إنه أنا كنت محتاجة وقت أكبر لنفسي، بس أنا شايفة إن أنا أخدت الوقت ده، ولو كنت ما عملتش ده، لو ما كنتش مشيت، ما كنتش هعيش ده، ما كنتش عشت نفسي شوية اتليست شوية. كل واحد بيحق إنه يعيش نفسه شوية. دي حقيقه. وهو برضو مساله وقت. أكيد كل حاجة صح. بتأثر. يعني انا وقتي امتى اعمل ايه فيه بالظبط، ولو انا هتسحل في حاجه انا مش عايز اتسحل فيها. فقرار جريء قوي على فكره. شوية ما شاء الله. يعني هو محتاج قوه ان انت تعملي، ان تاخدي قرار زي ده. تقولي هو لا، وقت مياده دلوقتي، انا هاخد وقت المياده. هو مش نوعا ما، هو جريء جدا تقريبا كان ساعتها كده شوية. صح. زي بالظبط قرار انت خدتيه وقعدتي على الكرسي ده قدام الكاميرا. خدتي بالك انت قراراتك جريئه كتير جدا مرة واحدة. اوكي تمام. اتوقع بس محتاجة اقعد شوية كده ونفسي واهدى، بعد كده تاخدي قرار جريء تاني. يس. قرار رقم 2 دايما بيكون تقريبا صح. تفتكري؟ اتوقع انا بحب رقم 2. اوكي. ممكن ما اعرفش. طب ولما عملتي الفكره ان انت رحتي وقفلتي الحياه دي وجبتي حياه جديده، او ابتديتي حياه جديده، ده كان قرار رقم 2؟ كان قرار يعني يس اتوقع كان قرار رقم 2. ما اعرفش بقى. صح. اول واحد كان هنفتح بيت وهنستقر، فبالتالي هاجي هنا فتره عشان اقعد، وبعد كده ارجع تاني. فده كان اول قرار او اول بلان. تاني بلان ان انا shut everything واكمل. يس قرار رقم 2. ايه القرار الجاي دلوقتي؟ بس ما عنديش اي فكره. يعني انت ماشيه مع الفلو وشوفي الدنيا تاخدك فين اوكي. حلو قوي. طيب ممكن نخش حته غويطه شويه؟ يلا نجرب. اوكي. لو غويطه نرجع تاني نبلبط في الحته بتاعت الاولاد الصغيره في البسين كده. ماشي اوكي. على الشط. يس على الشط بالظبط. طيب حاليا ايه التحدي اللي بيواجهك كميادة؟ أيان هرجع لفكرة إن أنا جيت هنا إني أتأقلم. يعني أنا اندمجت مش يعني زي ما بيقولوا مجبرا أخاك لا بطل. مجبرا أخاك لا بطل. يعني أنا كنت مجبورة إن أنا أتقبل باعتبار إن ده قراري إن أنا أفضل هنا. أنا مش بطلة قوي يعني بإن أنا اخترت دوت. أنا كنت أو إن أنا أكمل. فأنا ما عنديش الخيار دلوقتي إن أنا أوقف. فأنا مكملة. لأنه أنا جبرت حالي على أول قرار إن أنا أفضل. فمش بطلة خالص. فمش عارفة أتأقلم في حاجات كتيرة جدا. دايما في صراع. في حاجات كتيرة جدا بتتلخبط. دايما واقفة في النص مش عارفة لو طلعت أو لو قلت ده صح، ولو قلت ده صح. لو عملت ده هل هم هيوافقوا على ده؟ لو ما عملتش ده هل مش هيوافقوا؟ هل الناس هتتقبلني بالشكل ده مش تتقبلني بالشكل ده؟ لأن هنا في مشكلة إن الناس مش بتتقبل بسهولة. وأنا دايما كنت محطوطة بهالمشكلة. وزي be ever accepted. فاهم؟ هل الناس هتتقبلني بس ان انا اكون انا؟ فانا مش عارفه اكون انا. بحاول ابقى. فانا مش عارفه اتاقلم. فبروح على اماكن بندمج فيها بالطريقه اللي بتتناسب معاهم. بس انا مش عارفه اكون انا دايما على طبيعتي. بس ما اعرفش برضو قلت ده صح ولا لا. مش عارفه. ده اوقات بيكون احساسي. هو احساس حقيقي جدا ويعني واقعي قوي انت فيها. وانت اصلا انا لما بتكلم معاكي حاسه ان انت لذيذه جدا و very polite
انا متخيل قوي ان انت تقدري تندمجي وتبقي تمام وسموث وكل حاجه، بس انت مش حاسه ان ده مكاني. يس، مش حاسه ان ده مكاني، ومش حاسه كمان انه كل الناس appreciate دوت. يعني people will always keep pushing your buttons، والمشكله ان انا I'm stuck at being nice. انا مش عايزه اكون حدا مش مهذب او حدا، يعني ده اوريدي انا يعني مش عارفه، اكيد مش هجمل في نفسي، بس يعني انا لطيفه، انا مش عايزه جداً، ذوق قوي. مش عايزه ازعل حد، مش عايزه اجرح حد، مش بعرف اقول لا، مش عايزه اقول لا، ومش بعرف اقول رايي لانه مش عارفه رايي هيزعل الحد اللي قدامي ولا لا. بلس حتى لو ما زعلوش هل هو يتقبله ولا لا، او لو تقبلوا رايي هل هيتقبلني انا بعديها. فانا بهالدلما انه انا مش عارفه اكون انا، دايما بشوف انت عايز مني ايه فبحاول ان انا ريفلكس، بس فاهم، انا دايما بريفلكس. فدي بتبقى مرهقه، انه دايما باوفر ثينك، ودايما اصلا يعني حتى الحاجه اللي ما بعرفش اقولها فيس تو فيس بفضل اقولها في راسي، وببقى بتمنى انه بس يا ريتني قلت كده، بس ما عنديش الجرأة ان انا دايما اعمل ده. فدايما امستك هنا انه بس الموضوع صعب شويه. هو بصراحه صعب، هو تحدي صعب جدا. انت طب لما يجولك حاجه يعني عايزه تقوليها وبتمسكي نفسك، تمسكي نفسك عشان مش عايزه الشخص اللي قدامك يزعل، ولا عشان ما الشخص اللي قدامك يغضب، ولا يعني ايه ايه الايموشن اللي انت بتحاولي مثلا ما تتفاديه؟ هو اكيد مش ببقى عايزه حد يزعل مني، بلس مش ببقى عايزه اشوف الرفض. يعني fear of rejection، عارف انه fear of rejection بالظبط. او انه انت ما تبقاش، يعني لما تبقى انت حاسس ان انت مش مسموع مش مفهوم جواتك، فهي جواتك، فهي فاهم انت جواتك. بس لما ده يتحول لحقيقة على ارض الواقع، وتفيس انه انت حقيقي، حتى لما بتيجي بتتكلم لا انت مسموع لا انت مفهوم، دي برضه مخيفة. فانه just keep it inside، خلاص keep خلي الدنيا going تمشي وتمام. be nice، take it وبس. طب انت لو امتى اخر مرة فعلا حاولتي تتسمعي تفتكري؟ هو اكيد كل يوم، على مدار كل يوم، في البيت، في الشغل، في البيت والشغل مينلي، لان دول اكبر اماكن احنا بنقضي فيهم اكتر وقت. فيس في الاثنين دول. طب من 1 ل10 انت قد ايه انت نفسك في البيت، وقد ايه انت نفسك في الشغل؟ نبتدي بالبيت. مش عارفه. طب والشغل قد ايه انا نفسي ولا مش نفسك؟ يعني خلينا نقول 10 انت نفسك 100%، وبتقولي اللي عايزاه، وبتقولي على فكره البلوزه بتاعتك دي وحشه ومش، وعلى فكره الكيكه دي محروقه، وطلعي كل اللي 3.5 4 اوقات. ده في الشغل ولا في البيت؟ في الشغل. بس never 5. never 5 من 10. never 5. never half way. never half way. اوكي، ما بتوصليش للنص ده ابدا. اوكي. بالبيت ممكن يبقى اقل من كده بكتير، ده انه وجد حتى اتوقع، مش عارفه. في غرفتي ممكن. في غرفتك 10؟ اكيد 10. اوكي. 10 في غرفتي، وفي المطبخ قعدت بالليل مع ماي ومنى. انا بشوف الاعداد دي ساعات، دي تحفه بصراحه. تبقي على طبيعتك، بتضحكوا، بتغنوا، بس غير المطبخ والاوضه بتبقى اقل من كده، يعني 1 ربع. اوكي، ربع يعني is a number. هو يعني كويس ان هو at least there is a number. it's definitely not easy. طب في حاجه معينه انت بتعمليها بتحسسك ان انت فوق ال5؟ اكيد لما بس باجي بقرا دلوقتي. لما باجي بقرا تيجي تقراي. يس ايه الحلوه دي؟ يس لما باجي بقرا تقعدي بكتاب وتقراي. actually يعني دي حاجه I posted اصلا this. someone saw me on a bus and I was reading. تقريبا دي المره الوحيده اللي انا بطلع فيها من نفسي، ما ببقاش خايفه، ما ببقاش بفكر الناس اللي قدامي هتبص عليا ازاي. people usually like
it happened like 4 times. Enjoy me reading on a bus. فما ببقاش اصلا حاطه في بالي اللي قدامي شايفني ازاي بتكلم وبضحك وبري-read the lines مره تانية وبعيش بقلبه. فانه ده اكتر وقت برجع اكون فيه نفسي تقريبا كده. انا بقلب الكتاب literally بقلب الكتاب literally بقلب الكتاب يس. فدي دي دلوقتي يس الفتره الوحيده اللي ببقى فيها بس مرتاحه اكتر مع نفسي. انت مرتاحه وبتقولي انت بتضحكي يعني مثلا في جمله في الكتاب يعني جدا واوقات بقرا بصوت عالي مش بس بتبقى علوة براسي بقرا بصوت عالي عشان اسمعها كمان اكتر وبقى visualize الكاركترز. تبقى حاجه حلوه جدا تبقى حاجه حلوه جدا. بتبقيش مكسوفه ان انت مثلا بتقولي الفقره دي بصوت عالي؟ دي الاوقات الوحيده ما ببقاش فيها مكسوفه. لا بحط الايربودز كده في وداني معايا الكتاب I keep flipping the pages page after page after page وبس كده. It's very beautiful. هي therapeutic كده قوي تحس انها تقريبا مريحه كده كأنك بتتأملي تخشي جوه الكتاب وجوه الكلام وجوه السطور ومع الكاركترز yes you feel what they feel and يعني you think what they think واحلى حاجه كمان في الكتب انه انت بتشوف او بتقرا يعني اكتر بتقرا انه هي دي عملت ايه او مثلا هالكاركتر عملت كده بعد كده هي بتفسر لو هي مثلا الراويه هي ليه عملت كده وهي حست ايه. فانت بتدخل بقلبها مش بس بتشوفها من برا مش بتتخيل شكلها من انت بتدخل بقلبها. فببقى كده جوا جدا معاها يس بحسني انا هي او هو فانه 100% يس تبقى حاجه حلوه. فاعتقد ده الوقت الوحيد اللي بكون فيه على طبيعتي 100%. I don't care مين قاعد بيطلع. اوقات اتوقع ما بقاش بشوف يس ما بقاش بشوف قدامي ما بقاش بشوف. لو حطينا كاميرا وانت بتقري لا دلوقتي هخاف دلوقتي لا غير رأيي دلوقتي هغير رأيي لا بس generally يعني catch me on a bus ماشي catch you on a bus ونريكورد. لا بس يعني انا اول مرة اسمعها هي حاجة يونيك جدا وجميلة جدا بتخليني افكر هو انت بتكتبي برضو؟ بكتب اوقات خواطر بس كده صغيرة. خواطر صغيرة بتحسي بيه وانت بتكتبي؟ شوف اخر حاجة كتبتها اوكي اول حاجة كتبتها من فترة كانت من سنتين. اوكي كنت بكتب نفسي بكتبي نفسك؟ يس كنت بكتب نفسي. هو قعدت 4 سنين لوحدي وما كانش فيه ناس كتير قوي بحياتي وقتها وكان كل حاجة طبعا غريبة فكنت بفتح النوت وبقعد أكتب إيه اللي أنا حاسة فيه إيه اللي أنا عايزاه. بعد كده مرة واحدة وقعت على معنى اسمي فبدأت أكتب إنه أنا مين ضمن هالمعنى وأنا why I'm blessed إنه I يعني I was given that name. I love my name. بحب ميادة بحب إنه شو معنى ميادة فكتبتني فكنت مبسوطة قوي بس. ودلوقتي أكتر حاجة بكتبها عن القضية أكيد خواطر عن القضية طبعا هو الموضوع ده مهم جدا 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 وأنا مبسوط قوي بالحاجات اللي بتعملها شيرنج تحفة اللي بتعملي توعية تحفة جدا يعني تابعوا ميادة قاسم على الانستجرام وحتة الخواطر يعني الخواطر اللي انت بتعمليها انت قلتي حاجة جميلة قوي ان انت معنى اسمك دي حاجة قوية جدا. معنى أنا مين معنى اسمي أنا ممكن تقولي لي معنى ميادة؟ معنى ميادة الغصن المايل. الغصن المايل المايل يس الغصن المايل منسد المايل زي ده كده مثلا يس غصن المايل يس غصن المائل زي ده كده يعني لو هو نازل كده يبقى ميادة بالظبط يبقى ميادة. ده وصف حلو يس يعني وصف حلو جدا يعني في شيء نوع من الشعر كده ونوع ما من هي يعني انه انا كنت دايما ببقى عايزه اعرف انا اخذت اي نصيب الميل ولا الغصن. انا اي واحده فيهم انا حالي المايل ده بالظبط. هو انا حالي مايل ولا هل انا غصن حتى لو كان مايل يعني فانه there's no way you can see the beauty of the flower without this oblique. يعني انا بكل حالاتي يعني حتى لو كنت مايله كل حالاتك انت لسه الوردة لسه انا مش الوردة انت الغصن. انا جسر العطاء لرونق الوردة. الجسر العطاء لرونق الوردة. انا ممكن ما اكونش وردة ابدا بس هي من غيري مش هتكون وردة. That's how I see myself. أو that's how I أنا كتبتني يعني I wrote myself.
yes جميله قوي. I guess yes انت بتكونكتي نفسك في حته حلوه قوي، ان انت ممكن لوحدك حد يقول لك ايه ده غصن كده، حته غصن يعني، بس هو الغصن اكشلي هو الجسر اللي بيدي الوردة معنى بيدي رونق رونق، ريحة whatever كل حاجه. وجود yes وجود. أساس yes بصراحه اتأثرت. اوكي تمام انا عايزة اعيط برضه اتأثرت لا، مش قوي، مش قوي. وجميله قوي اللي انت قلتيه، جميله جدا اللي انت قلتيه، وحقيقي اللي انت قلتيه اوكي برضو. حقيقي ان احنا حتى يعني الدنيا بتيجي علينا كتير وبتكسرنا كتير قوي، بس احنا بحس كتير، او انا شخصيا بحس ان انا بنسى ان انا ميادة. فاهم قصدي؟ بنسى ان انا ليا اصحاب كتير بيبقوا طب ما احنا معاك ومبسوطين بيك، مش عشان دي وقعت فانت حياتك كلها وقعت، طب ما لسه في حاجات كتيره قوي. وكتير قوي اصحابي يقولوا لي يعني انت فشلك في دراستك ولا فشلك في شغلك مش معناه ان انت فشلت كشخص هنكرهك، يعني انت بتربط الحاجات. يقولوا لي طارق ركز، يعني احنا بنحبك زي ما انت. ليه واحد صاحبي اسمه هو قسيس او قديس قديس او قسيس يعني في كنيسه، فبيقول لي مره قالها لي، قال لي طارق just be يعني just be يعني زي ما انت كده. قلت له لا اصل انا مش عارف ايه. قال لي انت you're doing، مش هنحبك وانت you're doing اكتر، احنا هنحبك وانت being زي ما انت كده. دي حاجة حلوة برضه انك تفضل تسمعها، لان اجان راسك مش دايما بتسمعك الكلام ده، بتحسسك دايما ان انت لازم تبقى حاجة، لازم تبقى حد، لازم تبقى ناجح whatever، بتعمل حاجة حقيقية، بتعمل حاجة حقيقية علشان الناس تتقبلك كان وتحبك. فيس ودي حاجة حلوة ان انت تفضل تسمع ان انت محبوب من غير اي شروط، من غير اي قيود، من غير ما تعمل اي حاجة، بس وانت ثابت بمكانك، مجرد وجودك لوحده فارق. فدي حاجة بتبقى حلوة. yes I do appreciate those people who keep saying that I love you without a reason. yes yeah they're amazing. عندك منهم، باين عندك منهم في حياتك. بلاش تدوس على الجرح. يعني في واحد وعدى ومشي. في حد توتة هي she's not verbal وما بتحبش حدا يمسكها، ما بتحبش الأحضان، بس إنه خالص. بس لما بتشوفني ببقى محتاجة ده، بتنسى نفسها وبتيجي تقولي إنه I love you. يعني ما بتحبش تقولي إنه I love you، بس إنه أجان أوقات بتيجي تقولي إنه I love you بس. فيس توتة. عامة انت قلتي على التحدي بتاعك. تحدي مش سهل، وفي نفس الوقت انت بتعملي عليه، بتعملي حاجة ان انت تخوضي التحدي، ان انت تكملي، ان انت تتأقلمي، ان انت تلاقي نفسك في مكان ممكن طالعة فيه 4% او 4/10، بس بتحاولي. ايه اصعب حاجة بالنسبة لك في ان انت تطلعيها من 1/4 ل2/10؟ أصعب حاجة بالنسبة لي أنا أطلعها من 1/10. لا كام؟ من 1/4 لكام؟ لا 1/4 سوري. من 1/4 ل2. I guess ثقتي بنفسي إنه أنا actually I'm doing something، يعني ثقتي إن أنا قاعدة بعمل حاجة. أنا يعني بنبسط لما الناس تشوفني، بس again حتى لما الناس بتشوفني أنا مش بشوف نفسي، فلما باجي بعمل حاجة حتى لو فبحس إنه هو عادي، إنه I did nothing. I don't appreciate myself, I don't appreciate my work. فيعني دي الحاجة اللي لو عرفت أعملها I guess إنه ممكن appreciate whatever بقى. اوكي. yes. فدي ده challenge برضو أكبر بكتير، إنه I don't see myself. انت اصلا مش باصه لنفسك. لا، بحس دايما في حاجة ناقصة، في حاجة لازم تكمل، في حاجة لازم دايما أعملها، في حاجة لازم أقدمها، ويت مش في حاجة كتير مش بعرف أقدمها، فببقى مش كويسة. فاهم؟ بتبقي مش كويسة لأن كده ما وصلناش للليمت. لا ببقى مش كويسة في نظر اللي حواليا، إنه يعني أنا في حاجات عايزة أقدمها صح، بس إنه أجان برضو عايزة أحفظ حدودي وحقوقي. فبحس إن لما باجي بقول لا دي مش مقبولة، فأجان برجع تاني لنفس النقطة إنه should I أصلا say no ولا لا، وإنه خلاص accept all the way بقى do whatever they want without even thinking about yourself. إنه يعني فاهم؟ فيعني بس
بعيد مشكلة. ثانك يو. ثانك يو. شكرا يا ميادة، في ايدي مناديل. ده ولا يهمك، نورتينا. شكرا.